السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم تامر أبو المعاطي وممنوع من العرض. فيلم الليلة لملك الترسو، وحش الشاشة، زعيم الشاشة، مش عارف أقول عليه إيه ولا إيه ولا إيه، الفنان الكبير فريد شوقي. كان يعني من الأعمال اللي اختتم بيها مشواره الفني يعني. عبارة الفيلم بيحكي أو بتدور أحداثه حول مدرس موسيقى اللي هو فريد شوقي. لا اتجوز ولا عنده ولاد ولا اي حاجه وعمال يتنقل من مدرسه لمدرسه لمدرسه لمدرسه. تفهمش بقى سوء سلوك، هو منه مثلا لدماغ لوحدها، هو راجل ملتزم جدا جدا يعني. حتى الناظر ما كانش عايز ياخده، قال له لا رجعك، قال له لا انا هقعد، يعني هقعد. قال له العيال يعني ابلسه فعلا، يعني يعملوا نفسهم داخلين يعني هيضربوا فريد شوقي بالحزمه ويروحوا يتبلوا على المدرس ويروحوا يعملوا مش عارف ايه وكلام من ده، بس هو ايه، هيتبناهم يعني. صمم انه يقعد. نوة بقى مدرسة معاه كمان في المدرسة. لكن المكان اللي هو راحه ده، القرية اللي هو راحها دي، يتزعمها محمود عبد العزيز. واللي أخته طالبة مع الأولاد في المدرسة دي. بس عنده جبروت جامد جدا جدا يعني. محسن محي الدين هيبقى دي البنت دي بقى أخت محمود عبد العزيز. هياخد البنت ويتفسحوا بالعربية، هيعمل حادثة في الوقت ده. كان فريد شوقي واخد العربية ورايح يجيب شوية حاجات من جوه البلد. هيبص في العربية هيلاقي إيه أخت محمود عبد العزيز ومحسن محي الدين. ولما يروحوا المركز شافوا، لكن محمود عبد العزيز خلى الناس كلها تشهد إن أخته مش معاهم، عشان طبعا عشان سمعة أخته. تنّاي قوي هيقول لأ، والضابط بقى طبعًا هتلاقوا هنا الضابط عندنا مين، حسين الشربيني، قايم بدور جميل جدًا، 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 مش معتادين عليه كده خالص يعني. دور يعني الضابط الشريف القوي التمام يعني. فهيقتنع بكلام فريد شوقي ويجيبوا الولد نفسه هيهددوا أبوه، هيقول لأ أنا كنت لوحدي. أنا ساقط العربية يعني فيما معناه، فهيعرف إن هيلزق العربية كده الولد. المهم إيه، هياخده فريد شوقي يخبيه. محمود عبد العزيز بقى هيبدأ إيه يرخم على إيه فريد شوقي. أهل القرية في البلد مثلا مش حدش فيهم هيديله بق مية ولا أكل. يخش المحل مفيش أكل، يروح مش عارف إيه مفيش أكل. بعت ناس ضربوه ده وبهدلوه. يخش المحلات عايز ياكل مش لاقي أكل، عايز يشرب مش لاقي يشرب. بص لفوا معاه لفات جامدة جدا جدا. في الأثناء دي كانت نوّة بقى، نكتشف إن نوّة هي كمان ماشية مع محمود عبد العزيز وبتلعب معاه وبتاع، ونفسها تتجوزه لأنها فقيرة، هي كمان من أهل البلد، ونفسها في الغنى. آآ بيبقى جنب فريد شوقي عامل كشري، عامل يعني عامل بسيط كده يعني، راجل غلبان عنده بتاع عربية كشري يعني. ف هيقف معاه هيروحوا يضربوه ويكسروا له الحاجة بتاعته من طرف محمود عبد العزيز. ولكن برضه هيفضل صامد الولد ده مع فريد شوقي. حتى هيخبي محسن محي الدين عنده كذا مرة، ويقول له ده أمانة عندك وخلي بالك منه. لغاية لما تيجي في الأحداث في الآخر هيخش عليه آه، محمود عبد العزيز يقول له أنت عايز مني إيه بالظبط بقى؟ أنا هقتلك يعني هقتلك. يعني إيه، عايز يعمل حاجة يعني يقضي عليه، على محمود، يقضي على فريد شوقي. هتحصل بقى مبادرات وبتاع، مش عارف احرق الفيلم ولا ما احرقوش مش عارف. المهم هتنتهي الحكايه في الاخر بان ايه، فريد شوقي هيقتل محمود عبد العزيز ويسلم نفسه لحسين الشربيني. المنظر الجميل بقى اللي في الفيلم صح، لما يعني لبس الكلبشات قال له عايز اروح اسلم على عيال في المدرسه. فبيستأذن الضابط بيقول له ايه، يعني ما ينفعش اخش بالكلبشات. قال له صح صح، فكوا الكلبشات من ايديه. العبارات بقى اللي قالها مع الاولاد بقى حاجه يعني اداء رائع من فنان كبير كبير فعلا فعلا يعني. آه، إنه ما عندوش أولاد وهم أولاده، وإنه ما دقش حاجة في الحياة يعني حاجة حلوة، بس هم أولاده وخليكم معايا. وإنه مش زعلان على اللي حصل له، لكن هو سعيد بإنه هو انتصر له. فيلم جميل جدا، أتمنى أن ينال إعجابكم، ويا رب يكون عند حسن ظني وظنكم.
نرجع بقى للمعلومة اللي قلت لكم عليها المرة اللي فاتت، قلت لكم مين الممثلة اللي اتجوزت ابنها. عزيزة أمير دي كانت جميلة جدا جدا، كان في منتجة كبيرة كده اسمها أمير، حاجة أمير يعني. فطلبت وجه جديد. هي كان اسمها سعدية بقى، كانت متجوزة ومخليها عندها ابن. راحت هناك فشافوها فاقتنعت بيها جدا، بدل سعدية وسميتها عزيزة أمير. انشهرت بقى وبتاع وكلام من ده، وصار ايه واحد يمين وواحد شمال، لغايه لما لفت الايام وقابلت ولد يعني جنسيته كده خواجه يعني. اتجوزته. لغايه لما جه في مره من المرات بيحكي لها حكايته، بيقول لها ايه، بتقول له: انت منين؟ من كفر الشيخ، من الحته الفلانيه، من البلد كذا 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 كذا. انت اسمك الحقيقي خالد؟ طبعا اتجنن لما سمع كلمه خالد دي. فعلا ده اسمه الحقيقي، بس هو غير اسمه. آه انت عرفتي منين؟ قالت له: انا امك. دي كانت تعبانه في المستشفى، ماتت في ساعتها وماتت في ساعتها. هو كمان خد بعضه ونزل. طلب عمته بالتليفون، قال له الحكايه واحد اتنين تلاته. عمته لما جت قالت له فعلا الموضوع ده حقيقه، رمى نفسه على قدام اول عربيه عدت من قدامه، ايه، وانتحر. لانه عارف ان هو كان متجوز مين؟ امه. وعاشرها وقعدوا مع بعض سنين، يعني شهور، مده طويله جدا يعني. دي قصه عزيزه امير، اللي هي اول ممثله، اللي الناس كلها معتقدين ان امينه رزق اول ما مثلت، او زوزو شكيب او ميمي شكيب او لا يا جماعه، اللي قال لكم الكلام ده غلط. يعني مع احترامي للنقاد اللي قالوا الكلام ده، لا، النقاد دول معلش يعني، رايهم يحفظ لهم. لان هنيجي في حاجات تانية كتير بعد كده هثبت لكم ان هم كانوا بيسيسوا امورهم في النقد، وهتعرفوا ليه في الاخر. المفاجاه الجايه مثلا على الزعيم. انتظرونا المره الجايه، وهقول لكم معلومه تانية مهمه جدا 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 عن الزعيم عادل امام. انت استنوني. وارجو ان الكلام اللي انا بقوله يكون يعني ايه، خدوه ثقه. وارجو اكون عند حسن ظنكم. ومش هقول لكم بقى الاشتراك وتفعيل الجرس وحبايبكم واصدقائكم. اذا كانت القناه عجبتكم يا ريت يشرفوني وانال شرف اشتراكهم ودخولهم معايا في القناة، اللي هو بإذن الله تكبر وتكبر، وهي قناتكم وبتاعتكم. ومستعد لأي حد عايز ينشر أي حاجة أو يكلم أي حاجة في حدود المعقول طبعا. أنا مستعد لعملها ومساعدته فيها، يعني من أجل الصالح العام. فعلا والله، أي حد عليه أي طلب أنا تحت أمره، لأن القناة الحمد لله يعني اتعرفت والناس كلها بتتشاف دلوقتي. واللي عايز أي معلومة أو يطرح أي سؤال، بإذن الله ربنا يقدرني وأكون سند وعون له، وخير أخ كريم لأخ كريم زيه. شكرا لكم جميعا، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جميعا.